ده انت تشوف تلاقي لما يجوا للحظة الطهر في حياة الناس، لحظة الطهر في حياة الناس اللي أسرفوا على نفسهم، يعني لما واحد شاب يحب بقى يستقيم يقوم يقولوا يا شيخ اتجوز بقى. معنى اتجوز يعني ايه؟ يعني اذهب إلى الحب بقى، ارتاح من المعاصي. يقوم هذه اللحظة لحظة الطهر الذي يريد الرجل أو الشاب أن يبني حياته على طهر فيها، ساعة يأتونها في فيلم ولا في تمثيلية يجيبوا مأذون يهزأوا فيه. منديلا تريد؟ أريد منديلا. هاك هو. أبدا النصعد إلى الجبل. ويظهروه بمظهر إيه؟ بالمظهر المنفر، بالمظهر السخرية. بالله أرأيتم دينا آخر يأتي لموثق الزواج ويصنع معه هذا؟ إذا الحملة كلها ضد الدين، ضد الإسلام. بس أنا ما نشوفناش من الكنيسة جابوا واحد عشان يهزقوه قالوا له بياخد إكليل، إنما يجيبوا واحد جاي عشان يعقد عقد، يجيبوا في شكله، في هندامه، في لغته، في استقبال الناس له شكل تهزيء كله. يبقى معناها إيه؟ استهزاء. بقى لحظة الطهر في حياة الإنسان تقابلها بالاستهزاء بالشكل ده، مع أن اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاة، ومع ذلك ما شفناش. الله ايه الحكايه دي؟ يبقى دي حمله، وحمله مستورده ضد كل ما هو اسلامي، والا ما شفناهاش في الاديان الاخرى ابدا بيهزقوا فيهم ابدا، كانه لا يتزوج الا المسلم ولا يوثق زواجا الا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا اخي، ما تجيبوهم تعرضوهم، اشمعنى يعني؟ لانهم مستوردين التهجم على دين الله وهو الاسلام، وهو ده اللي مخوف. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم. قضيه بقى تخلي الانسان المؤمن يرعب بقى. ان احترم واحد من الشكل دول، ولا اداله ود، ولا اداله محبه، ولا اداله مجامله، نقول له انكم اذا ايه؟ انكم اذا مثلهم. ولو ان كل واحد من المنحرفين هؤلاء والموالغين في الباطل دول شاف المجتمع عمل منه كده، كان يذهب الى الصواب ويشوف له حكايه تانيه ياكل منها عيش وياكل اولاده لقمه حلال.